بكم وأهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة عن مشروع المصالحة الوطنية. ضيفي هذا اليوم الأستاذ نديم الجابري عضو مجلس النواب العراقي. أهلا وسهلا بك سيد نديم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيدتي الفاضلة وشكرا لقناة الفيحاء على إتاحتها الفرصة لنا للظهور أمام شعبنا وأمام جمهورنا. سيد نديم، السنة السادسة للتغيير الذي حصل في العراق ومشروع المصالحة الوطنية في تعثر دائم. إذا سيد الجابري، هل هناك أسباب خفية تقف وراء هذا التعثر؟ موضوع المصالحة الوطنية أنا أعتقد موضوع حيوي ومهم ولا مفر منه. موضوع المصالحة الوطنية أو مشروع المصالحة الوطنية لا يزال في الحقيقة مشروع متلكئ. طرحت طبعا مبادرات عديدة خلال السنوات الست المنصرمة، لكن في تقديرنا أن هذه المبادرات كانت تفتقر للإرادة السياسية الداعمة لها. وحتى المؤتمرات التي عقدت في السنوات السابقة لم تكن مؤتمرات جدية، لأنها أولا لم تفهم المشكلة أو طبيعة القضايا المختلف عليها بين أطراف الصراع، بل لم تحدد حتى أطراف الصراع. والمؤتمرات اللي عقدت سواء على مستوى العشائر أو على مستوى المجتمع المدني أو على مستوى الأحزاب في الحقيقة كانت أقرب للمهرجانات، لأنها كانت تدور ما بين فئات هي أصلا غير متصارعة. وربما في السنة الأخيرة ظهرت تصريحات ربما من السيد رئيس الوزراء باتجاه تفعيل المصالحة الوطنية، وأنا أعتقد هذه المرة كان في توجه ربما يعني فيه قدر من الجدية نحو المصالحة الوطنية، لكن بالنتيجة يعني الأطراف الأخرى أو خصوم السيد رئيس الوزراء ربما أحبطوا هذه المبادرة عبر حملة إعلامية اضطرته للتراجع عن مشروع المصالحة الحقيقية وبدأ يتحدث عن مشروع آخر. سيد نديم، لا نذهب بعيدا ونبقى في مؤتمر أربيل للمصالحة والمساءلة، والذي شهد غيابا وتغييب أطراف فاعلة في العملية السياسية، والبعض وصفها بحملة علاقات عامة ليس إلا. يعني أنا الحقيقة لا أتفق مع الأخوة الذين يريدون أن يدخلوا إلى المصالحة الوطنية عن طريق المؤتمرات. المؤتمرات هي مهرجانات سياسية إعلامية ليس إلا. المصالحة لا يكفي لانعقادها تنظيمها عبر مؤتمرات، وإنما تحتاج إلى حوار مباشر ما بين أطراف الصراع، وتحتاج إلى إجراءات متقابلة من أطراف الصراع. بخلاف ذلك لا يمكن الحديث عن مشاريع مصالحة وطنية لا في مؤتمر أربيل ولا في أي مؤتمر آخر، بل بالعكس ربما المؤتمرات تزيد الأمر تعقيدا، لأنه تعطي فرصة ربما للمزايدات السياسية التي تعيق عملية المصالحة الوطنية، مثل ما حصل مع السيد رئيس الوزراء في مبادرته الأخيرة. واضح أنه بعض المزايدات السياسية أحبطت هذا المشروع، مع أن استقرار الأمن وتصحيح مسار العملية السياسية لا يمكن أن يستتبا بدون المصالحة الوطنية. المصالحة الوطنية ليست ترفا فكريا وليست ترفا سياسيا، إنما هي ضرورة أمنية وضرورة سياسية مهمة لا مفر من اللجوء إليها واتخاذ القرار الشجاع. يعني أفهم من هذا سيد الجابري أن شروط ومقومات المصالحة لم تتوفر في هذا المشروع الآن؟ أنا أعتقد لحد الآن لا توجد إرادة سياسية حقيقية من جميع الأطراف للذهاب نحو المصالحة الوطنية. أتصور أن العقد التي تعترض مسار العملية مسار المصالحة لا تزال قائمة. هنالك عقد في تقديري هي عقد سيكولوجية وعقد سياسية، ربما تسبق العقد السيكولوجية تسبق العقد السياسية. وكتبت عن هذا المشروع كتاب في السنة الأخيرة أوضحت به طبيعة هذه العقد، ووضحت
أيضا وضعت في نهاية الأمر معالم طريق للوصول إلى المصالحة الوطنية. أنا أعتقد الوصول إلى المصالحة الوطنية بشكل فوري أمر يكاد يكون صعب للغاية، لكن من الضروري أن نفهم العقد السيكولوجية لكي نتجاوزها، أن نفهم العقد السياسية لكي نحلها، حتى نحدد معالم طريق للمصالحة الوطنية. وكل من يتصور أن التجربة ستنجح والأمن سيستتب بدون مصالحة وطنية، أنا أعتقد هو في وهم كبير. إذا هذا الأمر يحتاج إلى وقت طويل. نعم، أنا في تقديري إذا توافرت الإرادة السياسية ربما تقصر من هذا الوقت، لكن بما أن الإرادة السياسية للأطراف جميعها لم تتوفر لحد الآن، أعتقد المسار هذا سيأخذ يعني وقتا زمنيا طويلا. إذا سيد الجابري، مؤتمر عشائر بني تميم ومؤتمر عشائر شمر العام وغيرها كانت برعاية رئيس الوزراء، إلى أي مدى يمكن أن تسهم هذه المؤتمرات في تقريب وجهات النظر بين الأطراف؟ أنا في الحقيقة لا أعتقد بصحة مثل هذه المؤتمرات. أنا أعتقد المؤتمرات يعني العشائر مكون اجتماعي أصيل في المجتمع العراقي، وبالتالي أنا أصلا أتصور يعني ليس من الصحيح زج العشائرية في الميدان السياسي. العشائرية هي واحدة من الرمزيات الاجتماعية للعراق، وبالتالي ممكن أن تلعب دور الأبوة للقوى السياسية وللشخصيات الوطنية السياسية. بأي طريقة وكيف؟ الأبوة هي بالطريقة الآتية، يعني ليس بالضرورة أن تنتمي العشيرة إلى الحزب الفلاني أو إلى التيار الفلاني، لأنه تعرف العشيرة باقية، العشيرة تكوين اجتماعي أصيل ودائم. الأحزاب هي تكوينات سياسية مؤقتة، قد تزول قد تبقى، هذه المسألة خاضعة لمدى نجاحها أو فشل، لكن لا نسمع أن عشيرة قد انتهت، لكن نسمع أن هنالك أحزاب انتهت. لذلك العشائرية أنا أعتقد أكبر من الحزبية، ولذلك عليها أن تقوم بدور الأبوة، أي تختار تصوت لابنها البار، تلاحظ العملية السياسية، تلاحظ القوى السياسية، تلاحظ أدائها وسلوكها، وتختار أو